من منا يمكن أن ينسى أحمد البهجة، وأحمد البهجة لم ينسى أبناء حي حيدباع، وظل يحن إلى ذكريات الطفولة. أول ما خرجت لعبت الكرة ولعبت الاحتراف ما تغيبش على الحومة ديالي، ديما كنمشي ليها. إحساس أول ما تنجي تنشوف الدراري الصغار تيلعبوا هنا، ملي كنتفكر أيامات الطفولة هنا في هذا المكان هذا. في هذا المكان عشق أحمد البهجة وتفنن في أسلوب المراوغة. واحد الوقيته تلقاو البنات بحال هكا خارجين مع الناس، يكونوا ديك بنات بتاعو تيقولنا دخلوا بدات تفانتيو في هاد البنات وهذاك باش هذاك الشيء باش تعلمنا ديك لا تكنيك وداك المراوغات من الحومه. واحد السلام عليكم من مدينة البهجة. أحمد البهجة بأدائه وتواضعه ظل وافيا لماضيه. اي واحد ما تينساش الذكرى ديالو، ولا نسى الذكرى ديالته راه نسى حياته. في السن الرابع عشر التحق أحمد البهجة بمدرسة الكوكب المراكشي. أول لقاء رسمي له كان ضد رجاء بن ملال في سنة 1991. كثيرة هي الإنجازات التي حققها صحبة هذا الفريق، خصوصا على مستوى كأس العرش. نجومية أحمد البهجة تجاوزت حدود المملكة، حيث تألق في الدوري السعودي خصوصا صحبة فريق النصر. وبالنسبة لبداية مشاركته الدولية كان صحبة المنتخب الأولمبي في دورة برشلونة 1992، كما ساهم في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس إفريقيا 98 والمونديال الذي حرم من المشاركة حسب روايته. زدتك زعما لا حرمتني من لا كوب ديال ماشي انا اللي ما بغيتكش، ولا بالعكس انت لاعب مزيان وهذا كنت بغيتك تمشي لا كوب ديال الموند، ولكن كاينين الناس اللي ما بغاوكش في الجامعه. حرم من المونديال، لكن 4 سنوات من قبل في 19 من شهر يونيو أحمد البهجة عوض مصطفى الحداوي، وكان دخول البهجة في لقاء ضد المنتخب البلجيكي بداية ميلاد هذا الاسم الذي اكتسى شهرة عالمية. لكن أحمد البهجة وإن أضحى نجما كبيرا ظل متيما بالأكلة الشعبية بمراكش الطنجية. كنت ننزل على علم السعودية تحشى ناخذ مشكل ولا نطلب ولا حاجة باش ننزل لمراكش. واحد اللوبيات الجلالي. الواضح أن أحمد البهجة وإن كان يتمتع بخفة دم لم يخفي حزنه بابتعاده عن المجال الكروي. تينوضوا كاع بعض الناس اللي هما تيبغيو بهجة وبغيو الناس اللعابة قدام، تينوضوا كاع تيقولوا محشومة علاش ما تجيبوا بهجة، علاش ما تجيبوا واحد الناس اللي دازوا في الكرة وفي الاحتراف اللي عارفين. تيجي تيقول له علاش بلا بهجة دابا لازم يخلقنا مشاكل، ما شخصيته ما خصو يسكت، خصو يطبق داكشي اللي تيقولوا هما. بالضبط جا كاع الثقة بالمشاريع ديالو اللي عنده ومنسي.